سلام سلام، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. اليوم راح نديرو طاجين فرماج بنصف صدر دجاج فقط. كما راكم تشوفوا عندي نص صدر دجاج، مرص دجاج وملح فلفل كحل، راس الحانوت وعكري وزوج بصلات وثلاثة بيض، وطبعا ما ننساوش الفرماج. وعندي كمشة تاع معدنوس. في طنجرة نحطو شويه زبده ونمرسو هذاك تاع الدجاج، نخليهم يتقلاو مليح. كي يتقلاو لنا مليح نجيبو هذاك البصل نقسموه على زوج وكميه صغيره على هذاك الدجاج، نقليوها مليح مليح حتى يدبن البصل هذاك يولي على شكل كراميل. يتكرمل لنا كي يدبل نحطو التوابل تاعنا والملح ونكملو نقليو. بعد ما نقليو هذاك الدجاج تاعنا والبصل وكلش مع التوابل نخليهم يتقلاو ونروحو نحضروه الدجاج تاعنا اللي نحطوه في طاجين الجبن. في مقله نحطو شويه زبده ونحطو الكميه هذيك تاع البصل اللي خليناها قبيل، نقليوها مليح مع بعضهم. من وراها نجيبو كميه الصدر تاعنا وهي نصف صدر دجاج فقط، نحطوهم ونكملو نقليو كلش مع بعضهم. نرجعو للطنجره تاعنا بعد ما تقلينا هذاك الدجاج والبصل، نمرقو بماء سخون، لازم يكون الماء سخون، ونخليوها تغلى على نار هاديه حتى يطيب لنا هذاك الدجاج. وما تكتروش الماء، قيس ما يتغطى لنا هذاك المرص تاع الدجاج فقط. من بعد نرجعو للدجاج تاعنا اللي خليناه يتقلى على المقله، نقليوه مليح. انا تقدروا تخليوه كيما هكا تخدموا به كيما هك، ولا ديروا كيما انا رحيتو في الاشوار من بعد هذا رجعته في المقله وزدت عليه الملح وفلفل كحل وكمل تقليتها مليح. كي وجد هذاك الدجاج حطيته في غيسيبيون، زدت عليه زوج حبات بيض ومعدنوس وخلطت كلش في بعضه مليح كما راكم تشوفوا. زوج حبات بيض شويه معدنوس. بعد ما حطيت هذاك المعدنوس زدت عليها 3 ملاعق كبار تاع فرماج. انا نستعمل تاع البيدون موندور، كامل يكون عندنا فرماج تاع البيدون في رمضان. مهم كي بعد ما تضيفوا هذاك الفرماج خلطوا كلش في بعضه حتى يتجانسوا، يولي لكم القوام ما هو مايع بزاف ما هو ثقيل، يكون خفيف هكا كما راكم تشوفوا في الفوطو. بعد من وراها نجيبوا المول الاسطوري تاعنا العجيب، نديروا عليه بابي كويسون باه ما يلصقناش هذاك الخليط تاعنا كي نحطوه يطيب. نسكبوا هذاك الخليط كامل ونحطوه داخل الفرن على 180 درجة وما تخليوهش يتحرق لكم من داخل. شوفوا انا هنايا نسيت ما حطيتش الخميره، نتوما تقدروا تضيفوا ملعقه صغيره تاع الخميره تاع الكاطو يجي كم خفيف. دوك نروحو نوجدوا الطبقه الاخيره تاع طاجين الفرماج. في غيسيبيون نحطو زوج ملاعق كبار تاع مارغرين مع زوج بيضات مع مغرف كبيره تاع فرماج البيدون مع زوج مغارف كبار تاع فرماج البيدون تاع موندور، ونخلطوا كلش في بعضه حتى يتجانسوا حتى يولي القوام تاعنا خفيف. بعد ما نخلطوا كلش في بعضه بهذه الطريقه نتحصلوا على هذا القوام اللي يكون خفيف. نروحوا نجيبوا المول تاعنا اللي كنا حاطين فيه الدجاج هذاك، نضيفوا عليه الطبقه الاخيره وندخله للفور كما قلت لكم على 180 درجه ويعسوه باه ما يتحرق الكمش. هنا نرجعوا للطنجره تاعنا. هنا كنت حطيت الزيتون قبل ما يطيب لي هذاك الدجاج، حطيت الزيتون باه يطيب معاه. نضيفوا له مغرف كبيره تاع الفرماج باه يعطيني لون خفيف ويعطيني ذوق تاني تاع الفرماج فيه. المهم بعد ما طاب لنا هذاك طاجين الفرماج نخرجوه من الفور كما راكم تلاحظوا. شوفوا قبل ما تخرجوه شعلوا عليه من الفوق باه يحمر لكم. كاين اللي يشعلوا من تحت من بعد يشعلوا من الفوق، انا شعلت من تحت على 180 درجه. كي طاب لي كي حسيت به طاب زدت شعلت عليه من الفوق باه خدا لي اللون هذا. وهكا نكونوا درنا طاجين فرماج بربع بنص صدر دجاج فقط، يعني ما نحتاجو لا لحم لا فيونداشي لا والو، بربع بنص صدر دجاج فقط نكونوا درنا طاجين فرماج يكون رائع وتتحصلوا على كمية كبيرة. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وعجبتكم الوصفة وهكا انا كنت قدمته. وما تنسوش تخليوا لي ابوني وكومنتير، والى اللقاء وصحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة سحوركم، ونتلقاو في فيديو جديد.